يا رجاله عاملين ايه؟ كله لسطه. فيديو المره دي يا جماعه مختلف، بجد مختلف. انا ما عملتش زيه قبل كده تقريبا غير سلسله فيديوهات. انا كنت المفروض اعمل الفيديو دوت على اساس ان انا اوريكم تاثير قدوتي دكتور محمود صلاح على الناس، واللي هو هجيب شويه ستات كده بيقلدوه. بس اكتشفت ان اصلا اللي بدات الحوار ده عندنا ست مش راجل، وان دكتور محمود صلاح بيقلدها زيه زي ناس كتير. يعني جالي تقريبا صدمه بسيطه كده بس في دكتور محمود، كنت حاسه سيجما اكتر من كده. الفكره ان انا اكتشفت ان المجال ده نفسه اصلا مجال حريمي، يعني اغلب القيادات فيه نسوان. وانا هنا بتكلم عن مجال الماورائيات عشان لو في حد لسه اول مره بيشوفني مثلا، ده مجال اسمه الماورائيات، ده عامل زي مجال الواتساب زمان كده. المهم ان هم كلهم ستات، والراس الكبيره في الحوار دوت هي ست برضو. هنحاول نكتشف سر اختفائها مع بعض في الفيديو دوت، وهي الدكتوره مايا صبحي. من ضمن الحاجات والكلام ده موثق يا جماعه ان هم عايزين يتخلصوا من 80 ل 90% من سكان الارض. المليار الذهبي اللي انا بتكلم عليه من زمان فشخ، اللي انا قلت لكم ان هيبقى منهم اول 100,000 سبسكرايبرز عندي. فلو في حد حابب يتسجل في المليار الذهبي يا جدعان، يا ريت يعمل سبسكرايب ويعمل لايك للفيديو ده ويعمل كومنت ويكتب تم. ده مش هيقام الا لما يصل تعداد سكان الارض لمليار نسمه. ال 100,000 سبسكرايبرز بتوعي منهم، مش هاكد تاني. وده كمان يعني حتى حاطين له سنه تقريبا، يعني قبل سنه 2025، من 2020 ل 2025 يبقى كل ده نزل للمليار الذهبي. طب ما احنا دلوقتي في 2025، يعني ايه بقى؟ ولا هم ممكن يبقوا عملوها خلاص مثلا؟ يعني انا كده خلاص من المليار الذهبي اساسي. والله كنت حاسس ان اليوتيوبرز اكيد يعني حاجه قيمه مش هيتعمل فينا كده. مايا صبحي اتكلمت عن حرائق امريكا في 2013. هم عاملين يسحبوا البترول بتاع الخليج، اوكي، ويدوهم سندات دولاريه في البنوك الامريكيه. هم الفتره الجايه هيعملوا على خراب امريكا. ايه ده عندها حق فعلا، احنا بنشوف الكلام ده دلوقتي. دي بتتنبأ بحرائق امريكا في 2013، مع ان الفيديو ده اصلا من سنتين. يعني الفيديو اللي نازل ده اصلا من سنتين. ده كده صاحب اكونت التيك توك ده هو اللي بيتنبأ بحرائق امريكا. عامه انا دلوقتي اقدر اتنبأ لكم يا جماعه ان خلال السنه الجايه في حرائق تاني هتتعمل في امريكا، تاني غير اللي موجوده دلوقتي. وانا مش بقول لك كده وخلاص ومش بهزر، انا بقول لك دي حاجه مثبته، لان كل سنه بيحصل حرائق في امريكا عادي. طبعا الاهرامات لم تكن ابدا باي صوره مقابر للملوك. لم تكن ابدا مقابر للملوك. الشكل الهرمي بصوره عامه وبالمقاييس المعمول بيها الهرم الاكبر له خصائص جامده جدا. مش عارف، مش هتريق على النقطه دي لسبب خاص. يعني لما نقول ان الهرم الاكبر معمول على تصميم معاكس لمجموعه نجوم اوريون. مجموعه ماشي. بصوا انا بصراحه عايز اعترف اعتراف صغير، وهو ان انا مصدق في الكلام ده بصراحه، لان انا اتسحلت في الحوار ده تقريبا شهرين. فضلت مسحول في حوار الاهرامات ده والفراعنه وكده، فانا مقتنع بالكلام ده بصراحه. طبعا المفروض ما كنتش اعترف بالاعتراف دوت دلوقتي في الفيديو ده، بس عادي. وبجد الحوار ده جامد فشخ. يعني عامه لو قريت عن الفراعنه وعن مصر حلوه فشخ بجد، وفيها حاجات كتير جامده. الحاجه الوحيده تقريبا الكميته. الارتقاءات الحره دي من الامور المثبته جدا، ومن الامور اللي عمل عليها علماء كبار من ضمنهم نيكولا تسلا مثلا. نيكولا تسلا دي زي نيكولا سابا كده. ومنعوها عن العالم، ان الارض فيها امكانيه لانك تاخد طاقه حره عظيمه جدا، لكن منعوها عن العالم ليه؟ عشان تستفيد بقى شركه، عشان نشتروا. يعني انت كان زمانك دلوقتي مثلا بتحط في التانك العربيه بتاعتك بسله مثلا. ماشي يا جماعه، لو في حد بس مش عارف مين الست اللي احنا عمالين نتكلم عنها دي دكتوره مايا صبحي، ودي شخص مختفي دلوقتي مش موجود. هو عامه لقيت نبذه عنها على التيك توك. من هي الدكتوره مايا صبحي؟ فيما يلي ابرز المعلومات: السيره الذاتيه، ماشي. الاسم الكامل مايا صبحي. العمر غير معروف، لكن يقدر انها في العقد الرابع من العمر، يعني باين عليها انها في سن كويس. تاريخ الميلاد غير معروف. طب ده بيحاول يعرفنا وهو مش عارف اي معلومه عنها تقريبا. محل الميلاد جمهوريه مصر العربيه. عامه اي حد لو سمع كلمه بتقولها يعرف ان هي من جمهوريه مصر العربيه. الجنسيه مصريه. الاقامه مصر. فصيله الدم شربات مكرر. المهنه طبيبه مصريه، عالمه فيزياء ومتخصصه في الماسونيه. ده تخصص في الفيزياء معروف فشخ. الماسونيه ده اول حاجه بتدرسها في الفيزياء، اول في اعدادي فيزياء. تحصيل العلمي شهاده دكتوراه من احدى جامعات، في جامعه ما اديتها شهاده دكتوراه. جامعه ايه بقى؟ شهاده في الدكتوراه في الايه؟ محدش يعرف. الدكتور محمود صلاح هو اللي كان بيمتحنها. عامه دي مش حاجه مفيده عنها بصراحه. الوحيد اللي لقيته بيقول حاجه عنها مفيده هو دكتور محمود صلاح. هي لم يكن اسمها دكتوره مايا من الاساس، تمام، وهي بخير وبصحه جيده وفي مصر، ولا اتخطفت ولا كانت كائن فضائي جاي، ولا اسمها مايا ولا دكتوره وفي مصر. كل دي اوهام في دماغنا. دكتور محمود مسح الفيديوهات اللي فاتت دي مش حقيقيه. دلوقتي الناس ممكن تعمل اي حاجه بالفوتوشوب. السوشيال ميديا خلاص خلت كل حاجه بالفوتوشوب دلوقتي. المهم ان دلوقتي معايا اميره المغربي هي الوارثه الشرعيه لدكتوره مايا صبحي. كلها الابراج اتغيرت من بعد ما عرفت الكلام ده. نظرتها كلها للابراج. لا معلش بقى، الا الابراج بالذات بقى دي انا ما بحبش حد يطعن في الابراج. دي حاجه مثبته ما ينفعش نتكلم فيها. نظرتي كلها للابراج اتغيرت
من بعد ما عرفت الكلام ده. الموضوع بدأ وانا بتمشى في الخريطة عادي لحد ما خريطه، لو حد بيتفرج عليها من بدري كان في فيديو كنت جايبها فيه كان بيتكلم على الخريطه دي خريطه يا جماعه، خريطه اميره اللي جايباها، يعني باين ان هي فيها تفاصيل كتير، باين ان هي مثلا من سلاح التلميذ مش من كتاب الوزاره. الموضوع بدأ وانا بتمشى في الخريطة عادي لحد ما اكتشفت ان نجع حمادي موجودة في الخريطة. لحد ما اكتشفت ان نجع حمادي موجودة في الخريطة. هو اللي انا عايز افهمه هي ازاي لقيت نجع حمادي في الخريطه؟ يعني نجع حمادي مش موجوده في خريطه مصر، ولقيت انها على علاقة بطائفة اسمها الغنوصية زي المطبسيه كده في كفر الشيخ. فدورت ورا الموضوع، لقيت ان تم العثور على بعض من النصوص الغنوصية سنة 1945. دي النصوص الغنوصيه هي دي، ده عمل عادي، انت لو فتحت اي كيس مخده في الصعيد هتلاقي عمل 100 عمل من ده. بس لا برضو ممكن ابقى جاهل وممكن ابقى انا اللي مش فاهم. عامه الصعيد كلنا عارفين ان هو فيه كائنات فضائيه، زي الفيديو اللي كان دكتور محمود صلاح عرضه. هو ايه علاقة سيرن بالتلاعب في الخطوط الزمنية؟ الموضوع بدأ وانا قاعدة ببص في الخريطة، لقيت هنا مكتوب انتي كريست، يعني المسيح الدجال، طالع منها سهم رايح لفوق لحاجة اسمها التكنولوجيا اللوسيفيرية. يعني هو انت بتشتغلين عشان احنا فلاحين، عشان احنا ما بنعرفش نقرا انجليزي تقعد تترجم لنا على مزاجك؟ ممكن اصلا تلاقي دي في الاخر الليركس اغنيه ديزي مثلا، او تكنولوجيا شيطانية. مش ده الغريب، في فيسبوك وجوجل تبع التكنولوجيا دي بسمع عنه نظريات كتير، لكن الغريب ان انا الاقي ان التلاعب بالخطوط الزمنيه والسيرن ومحطوط حواليهم دايره. لا، الموضوع هنا محتاج نقف شويه. سيرن منظمه للابحاث النوويه، ومن اكبر العائلات اللي بتمولها عائله روتشيلد، وشعار سيرن بيحتوي على رقم 3 ستات في بعض. واللي مش عارف رقم 3 ستات ده بيرمز ليه؟ هو ايه؟ انا معلش بس كميه النظريات اللي دخلت مخي انا مش عارف استوعبها. ثانيه واحده، هي قالت كل نظريات المؤامره اللي انا سمعتها على مدار حياتي في دقيقه مثلا. انا عامه بعد كل الهريه دي انا ما جاليش فضول حتى اعرف ايه علاقه المسيح الدجال بسموزي بارادايس. بس والله يا اميره يعني حاولي ترمي بقى البتاع، ارميها يعني، مش لازم تفضل عندك. ما تيجوا كده خدكوا لفه واعرفكم شو. مين الولايه اللي وراها دي؟ مش دي الست اللي كانت بتمثل زمان تقريبا؟ دي في الاخر هتلاقي قصتها مثلا ان هي من عائله روتشيلد مثلا، وهم اللي عملوا السينما في مصر وفتحوا فروع بلبن. واعرفكم شويه من الجانب المظلم لرحله كولومبوس. هو ده كريستوفر كولومبوس؟ هو بجد ده شكله؟ هو انا قعدت ادرس العبيط ده؟ لو مش حابب تبقى كده وانت مش واخد بالك، لا معلش يا امينه، بصراحه انا حابب ابقى كده، بصراحه انا حابب ابقى اعمل زي الراجل ده. يبقى الفيديو ده عشانك. الله، انا بحب اتمرمغ في حضن نعيم الجهل. جسم الانسان عباره عن مسارات للطاقه ومتوصله بعجلات او مراكز للطاقه اسمها الشاكرات. دي الشاكرات يا جماعه، دي مراكز الطاقه. عامه في شاكره منهم تقريبا ده مركز الطاقه الوحيد اللي شغال عندي. مراكز الطاقه دي متوصله بالغدد الليمفاويه في جسم الانسان، ومهمتها انها تمتص الطاقه الاثريه او الكونيه حوالين الانسان وتدخلها وتوزعها على باقي الجسم كله. ميرا انت عرفتيني حاجات كتير قوي. انا خلاص يا عمي، انا فهمت كل حاجه خلاص. انت فتحت عيني على حاجات كانت غايبه عني بصراحه. انا عمري ما حد يعرف يضحك عليا تاني بعد الكلام ده. خلاص عرفت انا شاكراتي فين وهعرف استخدمها صح. بصي، هو واضح طبعا ان دي الزحمه الاصوات اللي في دماغك، بس يعني نتمنى والله يا أميرة ان انت يعني بسم الله ما شاء الله تخلي علاقتك بينا سطحيه. يعني حاولي تسطحي علاقتك، يعني حاولي الوعي، جحيم الوعي ده ما تظهروش، فاهمه قصدي؟ خليكي سطحيه على قد ما تقدري. يعني اللي متابع الاحداث هيعرف ان قبل اي حاجه ما تحصل في العالم كانت ظهرت اجسام بلازما فوق الهرم يوم 14 سبتمبر. حصل في اجسام بلازما، انا شفتها، انا اصلا ساكن قريب من الهرم. يعني البلازما دي مش عباره عن مجرد شيء او ماده بتظهر كده وخلاص، لا، البلازما دي عباره عن كيان واعي وليه ذكاء متطور، طاقه، روح، ولكن مش متجسده. طبعا الكلام ده مش جدعانه مني، الكلام ده مثبت في الحضارات القديمه. ايوه الحاجات دي فعلا انا شفتها قبل كده. استنى هجيب لكم الصوره اللي كانت ظاهر فيها الكائن ده اهي، حطيتها على الاكونت بتاعي اللي هو الاكونت كده بشتم من عليه الناس، فمش حابب ان حد يعرف ان هو بتاعي. انا لسه متكلم في النقطه دي حالا يا اميره. ممكن لو سمحتي تخفي دماغك من جوه؟ يعني انت اكتر فيديو عملتيه في حياتك منطقي هو ده. انا كده هبقى باين ان انا بقول حاجه غلط صح؟ ما اقصدش كده، انا اقصد انا بهزر يا اميره، انت تعملي اللي انت عايزاه براحتك. انا حاسس ان انا كده بان انا سيمبا اكتر. بيقول لك عناصر الكون 4: ارض وميه وهواء ونار.
وشيء عناصر أساسي. الخلق. وكذلك الانسان احنا كبشر جوانا ميه ونار وهواء وارض. صح. فاصوليا. اللي علم الكيمياء اللي انت بتتكلمي ده علم الخيمياء يا جدعان. عليه. علم الكيمياء ده لازم يتم اعاده النظر في حقيقته، لان هو في العلم الخام، لان هو الناس ده هتهاجمنا هجوم لا، بسبب ده بس مش هو ده. هي صح. انا هتهاجم بس هي صح. يا صح. هو العلم ده ما هو لولا ان هو اصل الفهم واصل فك الالغاز ما كانش تم احتكاره، لان المنظمات مظلمه وصدروها لك انها سحر اللي انت ليه كلامها غلبانه قوي كده، مش عارف ليه حاسس انها غلبانه قوي والله. ما كانش تم احتكاره، لان المنظمات مظلمه وصدروها لك انها. انا اسف يا امير ان انا بهزر معاك، لو الفيديو مضايقك هشيله. عامه طريقتك مخليني عايز اعيط كده. انا بتتكلم عادي، مش عارف ليه حاسس انها غلبانه. احلى حاجه ان اللقاء ده على قناه الشمس. قناه الشمس دي عامله زي قناه الصحه والجماليه، مش عارف ليه اميره طالعه على قناه الشمس، مش ايمج يعني. والدليل على كده افلام اللي بنقول عليها خيال علمي. مثلا من 20 سنه كان في مثلا الراجل ده متابع دكتور محمود صلاح. ده قال لك فيلم من 20 سنه بقى متابع دكتور محمود صلاح. كنت اتفرج وانا طفل كده على مسلسل اسمه نايت رايدر. انا برضو كنت بتفرج على فاميلي جاي. غريبه حصلت. التكنولوجيا فيها بالنسبه لنا كان ده دلوقتي على نفس القصه. دلوقتي اهو ساعه بتتكلم وساعه يطلع فيها مكالمه. فوق بقى يا جدعان، الساعه بقت بتتكلم، الجهله كمان بقوا يتكلموا اكتر، يعني ده اوحش من الساعه. بقولوا ده انا عرفته من خلال لوحه الحلم عامه بالمناسبه، وهقول لكم ازاي برضه. مش الحقيقه بقى بالتفصيل، انا هسكت خالص. كنت بتكلم بس في حاجه قبل ما انتقل فيها، كنت قلت حاجه بس انا ربنا انا عيني هتبدا تدمع. انت غلبانه قوي يا اميره، انت طيبه قوي والله العظيم عيني دمعت. مش عارف ليه اتاثرت، انا بهزر. لو رجع بيها الزمن عمري ما كنت ههزر بالطريقه دي. انا حاسس ان انت مضطره تطلعي. الراجل ده اكيد صاحب ابوكي وهو اللي كلمه قال له طلع اميره معايا. انت حاسه ان هي مش ايمج صح؟ قائمه المشاهير اللي كانوا بيروحوا جزيره ايبستين نزلت. بص هنا بتتكلم عادي، هنا عادي، هنا ممكن اتريق عليك، لكن وانت طالعه في برنامج كده تقريبا كنتش واخده راحتك، فكانت طريقتك غلبانه عامله زي عامه شبه حوار الشاشه. يعني عارف اللي بيبقى شبه حوار الشاشه، حد شافني في الحياه لاني غلبان قوي. يا جماعه الجزيره دي الاسماء اللي كانت نازله على الجزيره، اللي هم كانوا بيروحوا يعملوا فيها حاجات حرام وكده. ودي ابرز المشاهير بالعربي، بس انا ما اعرفش ستيف هوكينج كان بيروح يعمل ايه. قالت جوك جامده فشخ دلوقتي بالعربي، بس انا ما اعرفش ستيف هوكينج كان بيروح يعمل ايه. عامه ستيف هوكينج باين عليه ان هو كان يعني عامل زي عمر فرج الاهلاوي كده، اللي هو هتلاقيه شكله كده بس هو نجس يعني. المهم بقى في الدكتوره ليلى عبد اللطيف. دي الدكتوره في نفس المجال بس هي في فريق تاني، يعني هما الاثنين مبايفين مع بعض. هي في حته ودكتور محمود صلاح واميره والناس دي في حته ثانيه. توقعات ليلى عبد اللطيف لسنه 2025 مثيره للجدل، ويحصل خبر يهمك او ما يهمكش المهم ما يفوتكش. بص ده المبدا عامه بتاع العلم ده، اللي هو خبر يهمك او ما يهمكش المهم ما يفوتكش. اقول لكم الاول الاخبار الكويسه بتقول لك مصر هتصبح من اكبر الدول الصناعيه وهتحقق مئات الدولارات من الكلام ده. مئات الدولارات؟ مصر تقريبا هتعمل قناه يوتيوب. الامور تحدث في 25. صحيح. مصر ستعود مصر الى المربع الصناعي. هو ليه الفيديو ده بيخوف فشخ؟ هو ليه الفيديو دوت 2 فريم في الثانيه؟ تحس ان اي كلام ممكن يليق عليه. يعني انا لو ركبت اي كلام، بص اللي راح اقرا اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربعه. مين دي؟ لا 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 لا. ثانية واحدة دكتورة معلش. ايوه ليلى، يعني دي هي فعلا. ماشي يا جدعان، هو عامة ده تخصص في الفيزياء زيه زي الماسونية كده عادي. انا بس مش هقدر اكمل مع دكتورة ليلى اكتر من كده عشان مش عارف اخدها بجد تاني بصراحة. الصورة اللي انت بتشوفها دي اتكشف عنها سنة 1972 على انها صورة حقيقية اتاخدت من الماضي للحظة صلب المسيح. طيب انا عندي سؤال عادي. هو مين اللي كان واقف بيصور؟ يعني مين اللي قرر ان التصرف اللي هياخده في اللحظه دي ان هو يصور؟ ليه ما عملش اي حاجه تانية؟ وليه اغبى حاجه اتقالت في الفيديو طالعه من الراجل؟ يعني ليه بتهدم المجتمع الذكوري اللي احنا بنبنيه؟ يعني عارف لما تبقى ماشي بالعربيه وتلاقي اغبى حركه عربيه حصلت على الطريق، فجاه في واحده خمست في وشك وتروح شاتمها، تقعد تقول يخرب بيت سواقه النسوان، واول ما تيجي جنبها تلاقي راجل تروح ساكت. هو ده احساسي دلوقتي بالظبط. مش عارف انت ليه حسستني بالعار كده. يعني الاطفال المشوهين بيكونوا خير ولا شر؟ إذا حصل وبقى غير مقبول عند قبيلة هذا المخلوق بيتحول لشر. ماشي يا جدعان، الست دي قالت لنا ان الاطفال، يعني عمر فرج الاهلاوي ده مش عارف ازاي اهله سايبينه لحد دلوقتي. هو أنثى الجن مدة حملها نفس عدد مدة حمل أنثى بني البشر. بني البشر دي بتخوف اكتر من الجان. يعني مش هقول لك انثى الجن مثلا اكتر من البني ادمين، بني البشر والجان
دي كلمه اصلا، دي جمله تكفي ان انت تشوف. يعني انت لو ما ترطرتش على نفسك في الجان لازم تترطر في بان البشر. لو شفت الناس دي ابعد عنهم تماما. ابعد عنهم. شكرا انك عرفتيني الموضوع ده. انا الناس دي اول ما كنت بشوفهم كنت بجري عليهم الاول احضنهم. مش دول عامه نفس الناس اللي كان دكتور محمود جايبهم؟ واضح ان الناس دي عامله مشاكل. يا ترى هي مسكونه ولا مجرد اسطوره؟ ناس بتقف من الشباك ومره واحده تختفي. يقول لك مسكونه. عشان تكون جزء من المغامره وتعيش معانا احداثها بكل تفاصيلها، جمد قلبك ودوس لايك وخليك مستعد. جمد قلبي ودوس لايك. ماشي انا هدوس لايك يا جدعان، بس انا محتاج بس انشف شويه، عشان اعرف اعمل لها لايك. ثانيه واحده. هو ايه اللي بيحصل في عمارة رمسيس؟ يا ترى هي مسكونة ولا مجرد اسطورة؟ غربان في كل مكان محاوطة العمارة اللي بتقع في ميدان رمسيس، من اهم الاماكن في ميدان رمسيس، عمارة 208. لا ثانيه عشان العنوان ده انا عارفه، لو طلع لي في دماغي صح. عنواننا في جوجل معروف، هتلاقي في جوجل كاتب كده ميدان رمسيس، في محطة مصر، وفي جامع الفتح، وفي دكتور جودة محمد عواد. ماشي انا كده خلاص كفايه، عشان انا مش هقدر اكمل الفيديو لان دي واحده بتطعن في دكتور جوده، بتقول ان هو مش حقيقي. فبس كده يا رجاله، كده الفيديو خلص. يا ريت تعملوا لايك وكومنت سبسكرايب، وتعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك. يا ريت ما حدش ينسى يعمل لايك. اهم حاجه الانستجرام، يا ريت كله انا الانستجرام بقى بصوا بنزل عليه حاجات متخلفه فشخ ملهاش اي معنى، بس انا عايز يبقى عندي فولورز هناك، فيا ريت تعملوا فولو على الانستجرام. بس كده يا رجاله، سلام. أحد الفنانين للأسف سيكون أمامه خطر كبير ومفاجئ، وقد لا ينجو هذا الفنان للأسف الشديد من هذا الخطر بشكل مؤسف ومحزن للأسف. إن شاء الله ما يصير.